الحموضة، ألم المعدة، مغص المعدة. قبل الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضع ألم المعدة سواء كان حموضة أو مغص أو ألم داخل المعدة بيكون في المكان ده. يعني أنا لو جيت بإيدي كده ومسكت الحتة دي كده اللي هي بين السبابة والإبهام، فيبقى الجزء ده اللي هي العقلة الأولى دي، الجزء اللي هتمسكه العقلة الأولى دي كده أهي كده، يبقى هو ده مكان الإيه اللي فيه المراسلات بتاعت الألم المعدة. أنا مجرد ما هضغط على المكان ده كده هحس إن فيه شبه التهاب، يعني في هنا كده إيه، كأن فيه التهاب في المكان ده. مجرد ما هضغط على مكان الالتهاب، يعني هضغط كده احس بوجع، همسك كده هبدأ اضغط هحس بوجع، هشتغل عليه 10 ثواني 20 ثانية دقيقة. اول ما الوجع او الكلكيعة اللي هي حاسس فيها بالوجع تبدأ تزول، انا تلقائيا هحس ان المعدة ارتاحت في المكان ده. ممكن استخدم اي حاجة مثلا ما تكونش حادة، تكون طرية او يعني مستديرة كده. ابدا اضغط 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 اضغط، احس ان الوجع او الحموضة او الالم المعدة هينتهي. طيب الكلام ده اي حد شغال في السجوك هيكلمك نفس الكلام اللي انا قلته كده ايه بالظبط. الجديد بقى، طيب لو ألم المعدة أو الحموضة اللي في المعدة دي بسبب حسد أو بسبب عين أو بسبب أي شيء شيطاني، أنا أعرف أميزها إزاي؟ بكل بساطة أنا هجيب خلة أسنان اللي هي بتاعت الأسنان اللي أنا بعمل بيها أسناني، خشب، سنها مدبب بس طبعا ما هيش زي سن مثلا الإبرة أو كده. أنا هاجي في المكان ده وهبدأ أعمل وخز المكان اللي احنا حددنا عليه. همسك في الأول كده أشوف مكان الكلكعة فين أو مكان الألم اللي واجعني فين، أهو حددت مكانه. هبدأ أعمل له وخز بالخلة، هعمل وخز كده بالراحة خالص، بالراحة كده هعمل وخز. الوخز ده لو شعرت إن المكان في وخز زيادة شوية، يعني حاسس ان دي كأنها إبرة فيها شكة جامدة. طيب الشكة الجامدة دي هميزها ازاي؟ هميزها ان انا لو جيت هنا مش هحس بشكة، هاجي في مكان الألم او مكان الالتهاب او مكان الكلكيعة اللي احنا قلنا عليها، احس ان فيها شكة إبرة شديدة شوية. وممكن كمان احس ان هي فيها زي كهرباء، احس ان فيها كهرباء. لو الشعور في المكان ده اتحول معايا لشكة إبرة أو لكهرباء، يبقى في الحالة ديت الحموضة أو ألم المعدة اللي عندي ده بسبب عين أو حسد، وممكن سحر وممكن حاجات كتير. المهم العلاج بسيط جدا. رقم واحد، ما نروحش لمشعوذ، ما نروحش لراقي شرعي، ما نروحش لحد خالص. الموضوع بسيط خالص، احنا نقول أذكار الصباح والمساء. لو كان حسد نحافظ على قل هو الله أحد والمعوذتين في دبر كل صلاة. وإن كان سحر أو غيره هيزول مع الحفاظ على أذكار الصباح والمساء. طبعا أنا بكلم حد بيحافظ على وضوءه، بيحافظ على صلاته، الموضوع مش هيزيد عن كده. ما نكبرش الموضوع، احنا بنقول الحل، لكن احنا ما نكبرش الموضوع، ما ندخلش بقى في دايرة الوسواس ودايرة السحر، الحاسد، طب مين اللي عامل سحر، طب مين القصة. كل ده علاج اساسي 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 في الحسد وفي السحر التجاهل. الشيطان لما يحس ان احنا مهتمين قوي، شغالين قوي، دماغنا شغاله جامد، بيبدا هو كمان يشتغل معانا ويبدا يزود الحاله ويبدا بقى يتسلى ويلعب بينا. سواء الالم عضوي طبيعي او الالم حسد او سحر او ايا كان، هي الطريقه دي كده هتزيله. هستمر على الموضوع ده 2 3 في اليوم باذن الله عز وجل. ربنا يشفي الناس جميعا، ربنا عز وجل يشفينا ويشفيكم ويعفو عنا ويعفو عنكم. ما ننساش الدعاء
اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. السلام عليكم ورحمة الله.